السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ اتمنى تكونوا بخير وبألف صحة وحال. قبل ما نبدأ الفيديو ياريت نصلي على النبي عليه افضل الصلاة والسلام، وياريت تدوسولي لايك وتشتركوا في القناة لو مكنتوش لسه اشتركتوا عشان يوصلكم كل فيديو جديد. فيديو النهاردة معانا هقولكم المنتجات بتاعة الشاور بتاعة البيبي، وايه احسن حاجة وايه اللي نفعني وايه اللي منفعنيش وايه العملي وايه اللي مش عملي وكل الكلام ده. طبعا انا والدة زي ما انتوا عارفين من سنة، بس انا بعيد معاكم الفيديوهات تاني على اساس ايه احسن حاجة وايه مش احسن حاجة وايه كويس وايه مش كويس. انا كنت جايبه حاجه بنتي من ماركه سانوسان زي ما انتوا شايفين معايا في الفيديو. ماركه سانوسان شركه حاجات مستورده ومعروفه و... و... وعلى عايزه اقول حاجه، الحاجات دي انا كنت جايباها لبنتي قبل المقاطعه. تمام. بس الموضوع ملهوش دعوه بالمقاطعه، لان الحاجات اللي زي دي يعني مثلا كريم الحفاض ده انا بعد المقاطعه انا ما قدرتش اوقفه لبنتي. انا مقاطعه حاجات كتير، مقاطعه حاجات الاكل، مقاطعه حاجات الشرب، مقاطعه الحاجات دي كلها. بس كريم الحفاض بالنسبه لي هو زيه زي العلاج، ما اقدرش ان انا اقطع. معلش يعني ما فيش حد منكم خالص قطع العلاج، فانا ما اقدرش ان انا اقطع الكريم الحفاض ده. منتجات بنتي الحاجات دي برضو انا ما اقدرش ان انا اقطعها. تمام. علشان خاطر بس في بندولين زي ايه كويسه برضو. عايزه اقول هي ماركه سونوسان شركه كويسه ومعروفه وحاجتها حلوه وكتير. وعايزه اقول لكم كمان معاكم هنا اول حاجه شفناها مع بعض حفاضات مولفيكس. انا كنت جايبه رقم 1 مولفيكس. تمام. لبست بنتي بعد كده بعد مولفيكس حفاضات بامبرز، لان مامتي كانت جايبالي منها فاضطريت ان انا امشيلها بامبرز. بعد ما خلصت بعد ما فضلت ماشيه بامبرز وكان عندي استعداد ان انا امشي كمل بيه، بس بعد المقاطعه ركنته خالص على الرف واستخدمت فاين بيبي. جبت في بيبي جوي وجبت انواع كتير جدا، بس استقريت حاليا انا بستخدم لها فاين بيبي. تمام. فالحاجات اللي انا اضطريت ان انا اللي انا قدرت استغنى عنها في المقاطعه، اي حاجه ليا او اي حاجه للبيت انا استغنيت عنها. لكن حاجة كيان في حاجات قدرت ان انا استغنى عنها وفي حاجات تانية انا ما قدرتش. حاجات زي العلاج انا ما قدرش ان انا استغنى عن حاجة العلاج. تمام. فمولفكس كويس، فاين بيبي كويس، بيبي جوي كان زبالة ما حبتهوش خالص. تمام. ودي نصيحتي يعني. تاني حاجة معانا كنت جايبه لها مفرش الغيار. بصراحة المفرش ده انا ما استخدمتهوش خالص. تمام. مع ان بنتي كانت بتبهدلني وكل الكلام ده، بس المفرش ده نوع مش كويس. حاولي ان انت تجيبي مفرش قماش عشان يمتص الحاجة. تمام. ده رقم 2 معانا. رقم 3 بقى انا كنت جايبه لها الشامبو، كان شاور وشامبو 2 في 1. طبعا الحاجات دي انا كنت جايباها في الرخص، الحاجات دي سعرها عدى 700 و600 وحاجات من دي. فلو هتحتاج نصيحتي بندولين برقبتها، لان طبعا جونسون برضو مقاطعة وفي حاجات كتير قوي طلعت بعد المقاطعة. تمام. ده رقم 3 معانا. يعني حاولي برضو ان انتي تخففي من حاجة المقاطعة شوية علشان خاطر حاجة ابنك. انا ما اقدرش اقولك قطعي فيها، لان ده زيه زي الدواء زي العلاج. ده اللي انا لما اتبهدلت، لان انا غيرت كريم الحفاض لبنتي ولما اتبهدلت منه وبنتي اتبهدلت جدا، انا كان صعبان عليا ان انا اجيب حاجة، من حاجة المقاطعة. اتقالي ده زيه زي العلاج، زيه زي العلاج. تمام. تاني حاجة، لكن الحاجات دي كلها هي لسه عندها منها من يوم ولادتها، لان انا بستهلكهاش قوي. تاني حاجة جبتها معانا هو الزيت حلو جدا وتحفة جدا 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 جدا. تمام. وانا بستخدمه لها حاليا على شعرها. ماشي. انا بستخدم لها الزيت معايا على شعرها، حلو جدا وممتاز جدا. ومعايا كمان اللوشن، البادي لوشن، حلو برضو بيرطب جسمها وبيخلي ريحته تحفة. تمام. بس في ناس بس هو ملوش ريحه قويه زي بتاعه جونسون وبندولين والحاجات دي. تمام. وبرضه اقول لكم ان انا ما جربتوش قوي، يعني ما جربتش بتاع بندولين، بس بتاع جونسون ما كانت مرات اخويا واخواتي مجربينه. تمام. انا بس الزيت لو عايزه تدهني لها منه دهني لها منه في الشتاء، واللوشن دهني لها منه في الصيف. بس عايزه حاجه تغني عن الاتنين، اللوشن ينفع لصيف وشتاء لكن الزيت ما ينفعش لصيف وشتاء.
تمام. وانا كنت جايبه لها، عايزه اقول لكم بقى ان ماء من سنوسان ديت لمسح الحفاض تحفه جدا، جميله جدا جدا جدا. احسن حاجه انا جبتها لبنتي، بنتي كانت مولوده في الشتاء، فطبعا انا ما كنتش بقوم ان انا اغير لها علشان البرد، فانا كنت بمسح لها بالميه دي. تحفه وممتازه جدا وفيها ماده مرطبه كده، يعني حاجه وريحتها وهم. هي ممتازه جدا وانصح اي ام تجيبها لابنها، سواء من سانوسان او سواء من مكان تاني، لو في شركة تانية مصرية بتعملها. وانا كنت جايبه لها كمان العرض ده من ماركة سانوسان، عرض المناديل ده برضو. مناديل سانوسان حلوة جدا وتحفة جدا جدا جدا. انا جبتها هي المرة دي بس ومكررتهاش تاني، جبت لها نوع عادي جدا لان ما بمسحلهاش بيه اصلا. انا كنت جايبه لها دي بحيث ان هي لسه بيبي وبشرتها حساسة، عايزة حاجة رقيقة و مفيهاش مواد كتير علشان بشرتها. تمام مع بعض اهوت. معايا ايه تاني؟ كريم الحفاض، طبعا كريم سانوسان ممتاز جدا جدا. وانا كنت جايبه لها سانوسان وكنت جايبه لها صودو كريم. احسن حاجه ايه؟ سانوسان. سانوسان تحفه لحد الان، انا لسه ماشيه بيه. ولما سبت بنتي، لما حصلت المقاطعه ومنعت بنتي منه، بنتي اتبهدلت احلى بهدله بمعنى الحرفي للكلمه، اتبهدلت احلى بهدله. تمام. فهو كريم سانوسان ممتاز جدا. وكنت جايبه لها كمان بودره البيبي، بس الدكتور قال لي ما تستخدمهاش، فهي لسه مرميه عندي جوا. فبودره البيبي مش معانا يا جماعه، وما تجيبوهاش. تمام، ملهاش اي لازمه لان الدكتور قال لي غلط. مش بودره البودره بشكل عام، بودره الاطفال بشكل عام ما هيش كويسه يعني. تمام. انا كمان كنت جايبه لها كولونيا جونسون دي، وبرضه هقول قبل المقاطعه حاليا انا بجيب لها بتاعه بندولين. يعني انا بجيب لبنتي حاليا كولونيا بندولين. تمام. بس هي برضو كانت ريحتها حلوه وكده، بلاش كلام عنها علشان خاطر ايه ما تبقاش دعايه. هو كمان انا كنت جايبه لها البرفان ده، عايزه اقول لكم ريحته كانت وهم، وكنت مبسوطه بيه جدا. وفعلا هو لسه موجود معاها لحد دلوقتي، لان انا ما كنتش برش لها كتير برفان. يعني كنت برشها في المناسبات البسيطه خالص، وكنت برش لها على الهدوم الصبح، وبلبسها الهدوم ايه وقت المكان اللي احنا رايحينه. يعني انا برش لها على الهدوم بشكل عام، ما برشش على وهي لابسه الهدوم نهائي. وعلشان الكحول غلط على الاطفال، غلط 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 غلط. معايا ايه تاني؟ من ضمن حاجة الشاور بتاعة البيبي الوردة دي، عايزة اقول لكم حلوة جدا يا بنات، حلوة جدا جدا لكل المامز المبتدئين اللي سنة اولى مامي بجد. علشان خاطر انا عن نفسي لحد الان انا بحمل لسه بنتي فيها، بقوم جايه حطاها في الحوض ومنيمه بنتي، واقعد بقى احميها واغسل لها براحتي، ولا خايفه ان هي تتخبط، ولا خايفه ان هي تقع مني، ولا خايفه عليها اصلا. انا بحطها في الحوض كده، بقوم جايه حاطه بنتي فيها. بصراحه انصح اي ام لسه داخله جديد على لسه حامل او هتولد او كده ان هي تجيبها بجد يعني. تمام. معانا ايه تاني؟ صابونة سنوسان. عايزه اقول لكم ان هي تحفه جدا 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 جدا. انا كنت اول اسبوع انا حميت بنتي بيها اول مره، ما حميتش بنتي بشاور ولا بالحاجات دي. وكمان كنت بغسل لبنتي بيها في منطقه الحفاض، ما كنتش بغسل لها بشامبو ولا بشاور ولا بالحاجات دي. فهي حلوه جدا وانصحك بيها برضو، بس مش لازم سانوسان، ممكن تجيبيها من نوع تاني، بندولين، بيبك، اي حاجه من الحاجات دي. ماشي. ده بالنسبة للصابونة. اشوفكم على الف خير في فيديو جديد. ما تنسوش اللايك والدعم.